السلام عليكم متابعيني الحلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله جدا. خليكم معايا نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. اول حاجه معايا ميه مغليه في حله، بعد كده هننزل معايا هنا بصلايه، طماطمايه، معايا هنا ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، رشه قرفه وحبهان وورق لورا. هننزل بكل الكلام ده. دي الشوربه بتاعتنا. معانا فرخه مغسوله جدا ومنقوعه في خل وملح وليمون وسكر. ننزل في الميه المغليه وهنطفي عليها وهنوطي عليها. هنسيبها تغلي الاول، تاخد غلوتين كده، بعد كده هنوطي عليها النار عشان تستوي براحتها، وهنكون منغزين الصدر بتاعها بشوكه عشان تستوي كويس. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض صينيه البطاطس. معايا هنا هو بصلايه كده مبشوره، نحطها معايا التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود، بابريكا، حبهان، رشه جوز الطيب، ورق لورا، رشه قرفه و7 بهارات. هقلبهم مع بعض وارجع لكم تاني. معايا هنا فلفل رومي مقطعاه، نحط كده على الوش. طبعا ريحه البطاطس خطيره جدا، هتعجبكم جدا الوصفه دي. هنحط معلقه سمنه بلدي كده حلوه، ومعايا عصير طماطم هنحطه على البطاطس زي ما انتم شايفين. الصينيه خطيره خطيره. هنغطيها وندخلها الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. دلوقتي هعمل معاكم الرز. حطيت معلقه سمنه بلدي كده حلوه كبيره، ومعاها حطيت عليها الشعريه. هنفضل نقلب لحد ما يبقى لونه ذهبي زي ما انتم شايفين كده. الشعريه بقت زي القمر، لونها ذهبي. هننزل بقى دلوقتي بالرز نقلب كويس. معايا هنا ملح وورق لورا وحبهان، واقلب كويس الكلام ده كله. دلوقتي هنحط الميه. دلوقتي عايرنا الميه وهنسيبه لحد ما يشرب، وبعد كده هنوطي عليه لحد ما يستوي. دلوقتي هنعمل مع بعض الملوخيه. معايا هنا 7 بهارات، فلفل اسود وملح. ننزلهم مع بعض ونقلب. شايفين قوام الملوخيه عامل ازاي؟ هو ده القوام المظبوط للملوخيه، شايفين؟ هنقلبها. ودلوقتي هنعمل مع بعض الطشه. دلوقتي هنعمل طشه الملوخيه. معايا معلقه سمنه بلدي كده حلوه، وعليها كزبره ناشفه وثوم، وهنقلبهم كده مع بعض. كل ما الكزبره ناشفه تديكي لون كده حلو، تديكي احلى طشه ملوخيه. خليكم معايا نعملها مع بعض.
زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هنطش الملوخيه. خلاص صينيه البطاطس بتاعتنا اهي بعد ما خلصت. شكلها خطير جدا وريحتها تحفه، طبعا طعمها يبقى حكايه. هنا بحمر الفراخ. دي السلطه بتاعتنا الخطيره، الملوخيه اهي بعد ما غرفتها. ده الرز بتاعي الخطير. حطي معلقه سمنه بلدي على الوش يودي الطعم في حته تانية.